السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة مع بعض نشوف البيتزا بتاعتي اللي انا عملتها دي، عملتها ازاي وبأي طريقة وشكلها وحشوتها، وخطوة خطوة من اول العجينة لحد ما بقت بالشكل ده النهائي وهي خارجة من الفرن. اشوفكم في الفيديو مع العجينة والمكونات بتاعتها وحشوتها، وخطوة بخطوة نبدأ مع بعض. بسم الله. نبدأ بسم الله. معانا هنا الدقيق بتاعنا، معايا الدقيق، معايا هنا التوابل بتاعتي اللي هحطها في عجينة البيتزا. ده ملح، فلفل، روزماري، عفوا زعتر، توم باودر، شطة، بصل باودر، ده بشر جوز الطيب، وده سكر. هحطهم هنا كلهم. ومعانا كوبايتين دقيق بشكل مبدئي، لان انا المفروض المقدار ده هعمل منه 5 دقيق. كده اول كوبايه، تاني كوبايه، ومعانا كيس خميره فوريه. طبعا لو في لبن حليب بودره يبقى يا ريت. طبعا هنقلب المكونات دي مع بعضها. امتزجت تماما. وهنا معانا كوبايه ميه دافيه، هقلب بقى مع الميه. كمان كوبايه، اللي انا نسيت، سوري، كوبايتين ميه. وهنا دوبت الدقيق كله في الميه، هسيبه بقى 10 دقايق على ما الخميره تتفاعل، ونرجع نشوف الشكل هيعمل ازاي. هنا بعد ما مر 10 دقايق طبعا شكل التخمر باين خالص اهو. هننزل بقى ب3 كوبايات دقيق. هنمزج بقى الدقيق مع الخميره بالميه اللي كانت قبل كده. طبعا ممكن الدقيق يحتاج مثلا العجينه تحتاج شويه دقيق او تحتاج شويه ميه، بس انا على ما اعتقد ان هي هتحتاج شويه دقيق. الدقيق ده بيشرب السوائل. هاخد مقدار حوالي معلقه واشوف هيكفي ولا برضو ايه هتحتاج دقيق تاني. لا، العجينه شدت معايا خلاص، مش هتحتاج دقيق. هكملها عجن وارجع لكم لما اخلصها. هنا العجينه لمت خالص معايا اهي. هجيب بقى نص كوبايه زيت وانزل عليها بيها. نص كوبايه زيت، وهعجنها تاني لحد ما تتشرب الزيت ده كله وتبقى العجينه ناعمه وطريه. هكمل العجن لحد ما الزيت يتشرب وارجع اوريه لكم الشكل بقى عامل ازاي بعد كده. وهنا شكل العجينه خلاص شربت الزيت كله اهو، والطبق كمان اللي فيه العجينه كله نضف، ما عادش فيه اي عجين. وايديا كمان كده العجينه ما شاء الله بقت مش محتاجه اي حاجه خالص. ايدي نضفت والطبق نضيف لوحده من غير ما اعمل في اي حاجه كده. ومنظر العجينه اهي ناعمه. هسيبها بقى تتخمر خالص لحد ما يضاعف حجمها، ونرجع علشان نشكلها ونشوف هنعمل بيها ايه. هنجهز الصينيه بقى ندهنها زيت على ما العجينه تخمر. وهنقطع الحاجه بتاعتنا، طماطم والفلفل واي حشو بقى احنا عايزينه. وهنا الفلفل اتقطع اهو، والطماطم نفس الحكايه برضو.
ومعايا زيتون مخلي، ودي جبنه رومي برضو دي اختياري ممكن براحتكم، ودي جبنه ميكس موتزاريلا على شيدر. وكمان هجيب الكاتشب دلوقتي لان الكاتشب خلصان هجيبه. ومعايا هنا ده كفته مشويه، هعملها برضو ايه حلقات كده عشان هنحطها مع الحشو. الكاتشب اللي كان خلصان. ودي العجينه بتاعتنا اهي، شايفين ناعمه ما شاء الله واتخمرت بقى حجمها متضاعف. هنهبط الخمر بتاعها ونبدا بقى نقسمها ونفردها في الصينيه. وهنا كده فردت العجينه في الصينيه اهو، اسيبها ترتاح شويه بس هخرمها علشان ما تخمرش زياده عن اللازم وتبقى عاليه قوي. سمك العجينه يبقى نص سنتي مش اعلى من نص سنتي. هبدا بقى في تخريمها اهو، هكمل تخريمها وارجع اوريها لكم بعد ما خرمتها خالص. كده خلصت شكل التخريم كله اهو. هنحط بقى الكاتشب بتاعنا ونفرده عليه. وهنا الكاتشب اهو، وهبدا اوزعه بالفرشه بالشكل ده كل جانب منه. عايزه تسيبي الحرف وما تحطيش عليه الكاتشب او ما تحطيش عليه الحشو، دي حاجه ترجع لك. انا بحب العجينه تبقى كلها حشو من كل حاجه. بالفلفل هوزعه عليها كده بالشكل ده في كل مكان. نفس الحكايه برضو الطماطم. والحشو بقى كل واحد زي ما يحب في الحشو بتاعه يعمل. هوزع الزيتون بتاعي، طبعا عايزه توزعي عشوائي او لا وده حاجه ترجع لك. انا بحب اوزعه كده عشان ابقى واثقه ان كل قطعه من البيتزا فيها قطعه زيتون. وزع الكفته برضو نفس الحكايه. الحشو ده طبعا هيكون اختياري، ممكن تعمليها مشكل جبن بس، ممكن تعمليها تونه شاورما فراخ اي حاجه بانيه مشكل فراخ، ده حاجه ترجع لك برضو. انا هنا عملتها بالكفته زي ما انتم شايفين كده. وهنا هحط الجبنه الرومي، انا بحبها في البيتزا بتدي نكهه حلوه بالشكل ده. وهنا الجبنه الميكس مع الموتزاريلا هغطي بيها الكفته بالشكل ده. وهبدأ بقى ادخلها الفرن على درجة حرارة عالية لحد ما تحمر من تحت، وبعد كده هي طبعا هتكون الجبنة ساحت وهنشوف شكلها بعد ما تطلع. وده شكل البيتزا النهائي بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. الجبنة الموتزاريلا سايحة وهي ما شاء الله ومتحمرة من تحت وتمام التمام. ان شاء الله اللي يعجبه الفيديو بتاعي اتمنى يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ويشاركوا على منصات التواصل الاجتماعي بتاعه. دمتم في حفظ الله وفي رعايته. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.